السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في القناة. اليوم الموضوع غادي يكون مهم بزاف لكل رجل كيحلم يكون مستقل ماديا وما يبقاش تابع الناس. فكتير من الناس كيشتغلوا طول حياتهم بلا ما يحسوا بالتقدم الحقيقي وبلا ما يبنيو شي حاجة اللي تعطيهم حرية مالية. فخليني نسولكم واحد السؤال بسيط كيف العادة: واش عمرك حسيتي أنك تخدم باش غير تسد الفواتير؟ واش عمرك حلمتي تقدر تعيش بلا ما تكون مربوط غير بالراتب ديالك الشهري؟ فالحقيقة هي أن بزاف ديال الرجال كيعيشوا هاد الحياة، ولكن قليل اللي كيوقفوا ويبدلوا. فهاد الحلقة غادي نهضروا على 3 مفاتيح مهمة باش الرجل يولي مستقل ماديا. فأول حاجة بناء مصدر دخل متعدد. كذلك غادي نطرقوا لمسألة الاستثمار الذكي أو العمل الحر وريادة الأعمال. فبناء مصدر دخل متعدد، أول درس وأول حاجة خصكم تعرفوا مهمة بزاف، هو أن الرجل ما خصوش يعتمد على مصدر دخل واحد فقط. فكيف ما كيقول المثال: ما عمرك دير البيض في سلة وحدة. فالاعتماد على الراتب الشهري وحده كيخليك ضعيف قدام أي ظرف طارئ. فالحياة فيها مفاجآت والشغل ممكن يتغير أو حتى تنخفض المرتبات اللي كياخدو الناس. فالمفتاح هنا هو التفكير بطريقة استراتيجية. حاول يكون عندك أكثر من مصدر دخل، مثلا ندخل من الخدمة الرئيسية، مشروع صغير جانبي، بيع منتجات أو خدمات على الانترنت. فكل مصدر دخل صغير كيزيد من الأمان المالي ديالك. فالرجل الذكي كيبدا بخطوات صغيرة وكيكبرها تدريجيا حتى كتولي عنده مداخيل متنوعة. ندوز للمسألة ديال الاستثمار الذكي. فالاستثمار الذكي وحده ما كافيش باش يولي الرجل مستقل ماديا. خاصنا نفكروا كيفاش نخليو الفلوس تخدم لينا. فهنا كيجينا الاستثمار هو وسيلة باش نضاعفوا الأموال ديالنا على المدى الطويل. فممكن يكون الاستثمار في حاجة بسيطة في الأول، بحال الأسهم أو العقار أو حتى مشاريع صغيرة. فالمهم هو التعلم والصبر. ماشي كل مشروع غادي ينجح، ولكن كل تجربة فهي كتعلمك أشياء كثيرة وجديدة. فنصيحة مهمة للأصدقاء: ما تحاولش تعطي كاع الفلوس ديالك في مشروع واحد. فلازم أنك توزع الفلوس ديالك باش هكا تكون المخاطر قليلة عليك، وكن مستعد تعلم كيفاش السوق كيتحرك. فالاستثمار الذكي يعني أنك كتخدم على رأس المال ديالك، ماشي غير كتصرفه. فالعمل الحر وريادة الأعمال، بزاف ديال الأصدقاء كيسولوا على هذا الموضوع: كيفاش ندير؟ ما عرفتش، ما عنديش فكرة. أخيرا، أي رجل باغي استقلال مالي حقيقي خاصو يفكر في العمل الحر. العمل الحر كيعطيك حرية باش تختار شنو بغيتي تخدم، شحال باغي تخدم، وكيعلمك حتى كيفاش تحمل المسؤولية كاملة. فالبداية دائما كتكون صعيبة حيت حتى حاجة ما سهلة، فهذه هي الحقيقة. ولكن ملي كتعلم كيفاش تسوق لنفسك، كيفاش تلقى زبناء، وكيفاش تنجز المشاريع ديالك، غادي تولي عندك مهارات مالية ومهنية كتخليك مستقل فعلا. فحتى فكرة المشاريع الصغيرة على الانترنت ولا تقديم خدمات في مجال التخصص ديالك كتقدر تولي مصدر دخل ثابت ومستقر في نفس الوقت. فأهم حاجة هي تبدأ وما تنتظرش الظروف المثالية، حيت بزاف ديال الأصدقاء هذا هو المشكل اللي كيطيحوا فيه، وهو أنهم كيبقاو يتسناو، وشنو كيتسناو الله أعلم. حيت الوقت اللي كتضيعو اليوم صديقي غادي يجي النهار وغادي تندم عليه. فإلا بغيتي تكون رجل مستقل ماديا، خاصك تخدم على 3 ديال الحوايج: بناء مصدر دخل متنوع، استثمار الأموال ديالك بطريقة ذكية، وهي أنك تفرقهم، ما تحطش كاع الأموال ديالك في مشروع واحد، والعمل الحر، وتعلم المهارات اللي تخليك قادر تحكم في حياتك المالية. والرجل اللي كيطبق هاد 3 ديال الخطوات ما كيخافش من أي ظرف مالي ولا من أي تغيير مفاجئ في الحياة. والقوة الحقيقية ديال الرجل اليوم ماشي غير في العقلية ولا في الشخصية، ولكن حتى في الاستقلالية المالية ديالو. فنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد بالنسبة للأصدقاء. حاولت قدر الإمكان أنني ما نطولش باش ما يكونش الفيديو ممل. فإذا احتاج شي واحد المساعدة أو بغى ينخرط ضمن هاد المسائل اللي ذكرنا، فمرحبا به. يتواصل معايا من خلال التعاليق، وإن شاء الله نعطيو بزاف ديال الحلول للأصدقاء باش حتى هما يستافدوا.
تحية لكم، وإلا كنتو كتشوفوا هذا المحتوى أول مرة ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد.